قادرة تأمن شعبها على مدة 8 يعني انت، يعني انا حسألك سؤال. اذا انت كان عندك بالاذاعه القناه شخص مو قادر يقوم بمسؤولياته، اما تثبت عليه واما تاتي من عمله، صح او لا؟ خليني بس تفضل انت كمل حكي، انا عم بسمعك. يا الو. ايوه تفضل. ايوه نحن عم نسمعك، تفضل. معلش انا قلت لك انا الكلام اللي تكلمته وين الغلط فيه؟ حتى بتردوا علي يعني ساوتوني خاين، وساوتوني انا مو رجل، وساوتوني انه انا برات بلدي. والله انا لو انا عم بفيد بلدي اقتصاديا اكثر من الناس اللي عايشين ببلدي. الو مرحبا 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 مرحبا. ايوه مرحبا، يسعد مساك. اهلا هلا. كيف صحتك؟ الحمد لله. اديب قل لي معك. نعم اديب قل لي معك. يا اهلا وسهلا. كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله اهلا. ايش اللي صاير معك؟ ليش هيك محمود كثير؟ يا اخي محمود لانه انا اليوم لما بتكلم كلام موضوعي وكلام واقعي بتردوا علي رد يعني يا يعني حبيبي رد ما شاء الله. يا حبيبي شتائم يا حبيبي يا يعني حبيبي. نحن هذا الشيء ما بصير. نحن يعني انا اتصلت تكلمت بكل ادب. نعم. وتكلمت كلام واقعي، ما بصير تردوا رد. نحن ما بنرد يعني نحن بالقناه ما بنرد، بنسمع. لو سمحت نحن ما بنرد على حدا، خاصه نحن بالقناه ما حدا برد عليك، نحن بردوا عليك الشعب. عفوا بس خليك معي. تكلمت كلام قطعتوا لي المكالمه وبدات المذيعه تتكلم، ساوتوني خاين وساوتوني انه انا مو رجل. حبيبي نحن معك وسمعنا صوتك، بس الناس هلا من بعد ما بتسكر، هلا ما بندق ل1000 زلمه يجي يدقوا يحكوا في كتير عنا. انتم مثلا انت ضد، اوكي انت ضد، بس عنا الموالي 100 مقابلك انت. يعني كل رجل في مقابله 23,000 زلمه، يعني 23 مليون. اذا كنتوا مليون معارض، مليون، نحن 23 مليون مع الرئيس. طيب ايش بدك تصبر منهم؟ ايش بدك تسمع منهم؟ بدك تسمع منهم يصفقوا لك؟ لا ما حدا بيصفق لك. انت بس كلمه عم تتكلم عن المذيعه. كلمه، انت مو مواطن سوري؟ طبعا انا عم بحاورك. طيب تفضل، انت مواطن سوري. طيب هلا ممكن نطلع على الفضاء وننزل من الفضاء له؟ لا تفضل ادخل على سوريا يا ابن الحلال، وبروك على طاوله مستديره، وبروك خذ وعطي، وبتصل لحقك كل شيء بالحوار. يا اخي انا ما طلبت شيء. انا كل اللي طلبت من المذيعه، قلت لها يا ريت تتكلموا عن ازمه الغاز وازمه المازوت. اليوم الناس ما عم تلاقي. لا كذب. انا يدقوا لقناه سوريا. لا كذب. اللي انت بارك هنيك عفوا انت اللي بارك بالسعوديه بتعرف المازوت والغاز. شرف. انا كل عاده مو بس انا، ما في حدا في عائلتي الله ينعله اللي جد. انا عم بحكي، ما أنا نحكي كلام ما حلو. خلونا نكون هيك متوترين. يا ابن الحلال صدقا ما في زلمه بينام بسوريا بدون خبز، ما بينام زلمه بدون غاز. بتصدق فيه كل العالم عندها غاز دبل؟ اعترافات كل العالم عندها 9 جرات و8 جرات غاز وبيتها مليانه، بس من خوفهم عم يشدوا بروحوا بحطوا في بيوتهم. الصوت مو واضح بس سمحت، الصوت مو واضح بس. يا قلبي تفضل. يا قلبي والله العظيم لا حدا دق فيني في العصاي، ولا حدا عم بحكي معي. انا محبة الوطن عندي اغلى شيء في الكون، لاني عندي عرض. انا عندي عرض. واليوم لما الانسان بدنا نحاور بعضنا، نعيط بعضنا، يلا اتجاه معاكس، يلا انا وانت على الطريقة اللي هي، يلا اوكي. هدي شوي. حاورني كلمة الي وكلمة الك. حاورني يا اخي، حاورني كلمة. اتجاه معاكس. نحن ما لنا بالجزيرة، نحن بقناة سوريا بخير. كلمة لك وكلمة لي. انا كنت اقول اليوم في جالسين بالسعودية وانتم مرتاحين وانتم. يا حبيبي انا برجع التسجيل. انا كثير مبسوط انه انا عايش بالسعودية، كثير مبسوط انه انا بعيد عن اهلي، ماني مبسوط.
طيب تفضل، وين ارضك؟ وانا بايدي بدخلك وبحط شواربي قدامك وتفرج وبتدخل على قناتي ومكرم. تفضل، انا بجي لعندك، بجيبك وبجي. انا بامانتي، وانا ببصم في عيوني. ايش عم تحكي؟ الارض والعرض. يعني اليوم لما انا بشوف واحد، يعني عدم مؤاخذه، مو انت، اي شخص عم بحكي على سوريا، معناتها هذا ما عنده عرض. انا جد عم انا بحكي. ما بحكي عن انا عم بتكلم عن واقع. انا اللي طلبته من المذيعه، نعم، اذا تحب ترجعوا موجود. انا طلبت من المذيعه، قلت لها يا ريت تلفتوا الانتباه بتتكلموا عن ازمه الغاز والديزل. 8 اشهر يعني ما بعرف، يعني اذا 8 اشهر ما قدرانين نحل المشكله، والمسؤولين كل يوم بيقولوا انتهت وبكره وانتهت، وما 8 اشهر وما في شيء. كل ما لا يعني بشرفك هلا نحن محرومين المازوت، نحن محرومين الغاز، هيك كلياتنا نحن 23 مليون زلمه. يا ريت ثواني تفضل. يا ريت بدك، انا هلا معلش، انا امس بيتصلوا علي اخوتي من البيت، قالوا لي دفع نشتري لتر المازوت ب50، بس ما حدا بيبيع لنا. هلا انا بعمل لك تلقلق انا بشتري واحد سعودي. انا عندك مازوت، انت عندك مازوت بيعني اللتر ب50 ليره عندك. هذا حكي تفنيص على الطريقه اللبنانيه، عفوا. تفضل. قريبي عندك تعمل له جرة غاز. ايه، انا يجي لعندي هلا بعطيه، مو جرة 10. انا والله العظيم هلا يجي لعندي، يعطيني اعطيني رقمه لاودي له 10 جرار غاز. الغاز كفايه لسوريا، كلها الغاز كفايه وصدقا ما في واحد. طيب بدخل على مكتبي ببيتي، بيت اخواتي، بيت جيراننا، بيت العالم كله 4-5 جرار غاز حاطينها على الزيت، كلها مخبينا. من كلامك انه انت عم تنفي انه ما في ازمه غاز. لا ما في لا ما في ازمه غاز. لا كذب. انا بقول لك يا اخ محمود، يا اخ تفضل. المذيعه امس قالت صح في ازمه غاز. في ازمه غاز؟ ليش هي عندها جره غاز اصلا؟ هي المذيعه حبيبي، المذيعه امس قالت في ازمه غاز وفي ازمه مازوت، بس لازم نتحمل. حبيبي بس انت عم بتقول ما في ازمه. كلمه. لا ما في ازمه غاز، لا والله العظيم عم بحلف لك. بتريد تصدق؟ المذيعه اللي حاطينها مع المذيعه في الزياده، يا ريت ما تحسبوا على القناه مرات ثانيه، لان المذيعه تبعكم هلا هيك عشاني بس كلمه مع احترامي لك اذا سديت الحوار هلا بالنقاش امبارح، حاولت امبارح في على الجزيره. هلا ما كذبني لك. ايش بك انت صحيح بدك لك ما بتعرف تصلي على الرسول؟ يهدي. طيب بتحكي معي ما تخليني اجاوب. تفضل، عم بسمعك. انت عم تكذبني، مو بدي اثبت لك انه انا صادق. خلصت تفضل حبيبي. تفضل. بتريد بالكذب، بتريد بالصدق. أزمة غاز ما في، وأزمة مازوت ما في، ناقصنا لخم. كل واحد بريد يعبي زيادة ودبل عن نفسه، كل واحد طماع، 100 طماع فيه. اليوم لما بقولوا معلش، لما رقدت العالم على الخبز، بتعرف وين يروحوا يخبوه بعدين عفن وخم. هلا اليوم عم بروحوا بيشتروا هيجمين فرد هجمه على الغاز، انه بدي خوفة وما. عقول صغيره. ايش بدي عيشني اليوم؟ اذا كنت مؤمن انت، اذا كنت مؤمن عيشني اليوم، وايش بدي بكره؟ تفضل. طبعا بس ثق تماما. انا لما عم بتكلم معك عن الموضوع هذا، تفضل. عم بتكلم من حرقة قلبي على بلدي، ما عم بتكلم معك. لك ايش حرقت قلبك على كبدك؟ اذا محروق قلبك، لا معارض ولا موالي ولا شيء. انا اللي يهمني اعيش بامان. هذا المهم. ايش رايك هلا؟ انا بس بدي اسالك، انا مالي عايش بامان؟ انا هلا ايش رايك؟ انا مالي عايش بامان؟ والله معلش، انا بسوريا عايش بامان، بس من المندسين وهلا علنا بقول لك مالي عايش بامان. من المندسين اللي داخلين على عرضنا وخواتنا اللي جايين عم بفجروا سكه قطار. انا مالي عايش بامان من اللي عم بحرقوا باص. انا مالي عايش بامان لما بيجي رجل مثل حكايتك وحكايه غيرك عم بذبح زلمه بارك برا بياخذ دولارات، بياخذ 5000. الله ينتقم من كل شيء ظالم.
الله ينتقم من كل شيء ظالم. لما بيجي بيذبح هلا اليوم اختك طالعه من حلب للشام، اختك تنخطف، عرضك شرفك، ايش بتساوي؟ بتقول في امان وما في ترتيب. لا، لا تشرك البيت الداخلي، بيت اهلك في غلط، وبيت اهلي انا امي وابوي في غلط، اخوي في غلط، في كل بيت في غلط. ايش ادراك رئيس جمهوريه عنده 23 مليون، عنده 23 وزير، عنده 23 محافظ، عنده يعني شلون بده يرتب اموره؟ شلون بده يرتب بيته الكبير؟ انت ما بتحسن. انت تفرج من شغله صغيره حملت حالك ورحت بينك بالسعوديه عم تحكي بالزميره من بعيد. لا تزمر من بعيد، قرب ادخل لهون لعنا وبيتك ومطرحك وشوف في جرر غاز وبيوت ولا لا. بس قل لي اديب تحت الهواء، قال لي اديب انا بدي اجي على سوريا بامانتك. هلا هي شواربي اذا ما انت بتعيش باحسن حريه. كل واحد يلعب عليه من برا. يا حبيبي، يا حبيبي، تفضل يا حبيبي، تفضل. شوف انا بالنسبه لي انا ماني معارض ولا لي سياسي ولا شيء. نعم. بس خلينا نكون منطقيين. انا بالنسبه لي اعتبارا من هاليوم انا فاتح قناتي لاخذ من الناس افرجي بالخارج عدد المتصلين بحب الوطن والقائد. هي قناتي انا ما بستقبل ولا اتصال مناقشه ولا اتصال، مالي مصلحه انا مع حدا تصطفلوا. هي طاولتكم. انا هون منبر للي بحب الوطن والقائد، انا هون منبر للي بحب الوطن والقائد يتصل فينا. بدي اخذ اكبر اتصالات، يعني بتقول كانيه انتخاب لبشار الاسد، ونحن اللي بحب الوطن والقائد يتصل فينا وبس. انا مالي محاور ومالي مناقش ومالي عم بجاوبك على قد ما بعرف. بترجاك لا تسألني ما شغلتي. بتحب الوطن يا أخي، بتحب الوطن، بتحب القائد، اتصل فينا. ما بتحبه سكر على حالك الباب وبروك بغرفة مظلمة رجاء. أنا بستقبلك بحب الوطن والقائد. يا سيد محمود، إيش بتحب؟ غنية هدية لأهلك، تفضل. يعني اللي بفهمه منك إنه أنتم يا حبيبي إعلامكم معلش اللي بيفضل بيدمر، بس إعلامكم اللي بيفضل بيدمر لبشار وخلاص. لا بيهمكم لا وطن ولا بيهمكم شعب. اللي بيطبل بيدمر بشار على وكالتي، اللي ما بيطبل بيدمر، اللي بيتكلم من الحق والواقع. لك انت روح طبل. انت وينك لك وينك انت معك صفحتين صغار وبترجع. انا شوفها بحمل حالي وبسكر الصوت عنك وخالص، بس انا احتراما لك وتهذيبا لك كونك انت شربان من مية سوريا. انت لو مالك شربان من مية سوريا من يوم ما ولدتك امك انت ميت. انت شربان من مية سوريا واكلت خضرة سوريا واكلت برتقان سوريا واكلت كل شيء من سوريا. لما ربيتك او جناحات ربيتك يا طيري، ولما كبرت جناحاتك صرت تولف على غيري. ربيتك يا طيري، لك ربيتك وطعميتك من بيتي وخيري. هلا لما رفرفت جناحاتك صرت تولف على غيري. كل واحد بده يقلي بكيس دولارات وحطهم تحت باطه. لك ما في الدوام يومئذ لله. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما. لله ملك السماوات والأرض. طبعا لله ملك السماوات والأرض. طيب منين عم بيطلع هالمنطق؟ عم تقول لي عم بتطلع لي او بتعمل وانتم موالي. لا يا حبيبي، انا زلمه اللي بحب الرئيس يتصل فيني واللي بحب الوطن يتصل فيني. بس هيك في لك منبر اسمه منبر جزيرة بستقبلوك. لك بستقبلوك. الجزيرة بتستقبلك. لك مكانكم في الجزيرة والعربية. إذا في شخص معلش تفضل. عمر بن الخطاب نعم كان في ناس ما تحبه نعم. مع انه بشار الاسد ما بيوصل لشحنة عمر بن الخطاب. الله ينعلك الله ينعلك من موت كبار وما بنقبل يحكم سوريا. طبعا بشكرك بقدم لك تحياتي، لاني الحوار مو عندي، الحوار عند غيري. وتحياتي وبتمنى الكل يكون عم بسمعني، لانك من بعد الجزيرة وهي جزيرة. قام المحاور من كم يوم في الجزيرة وهي جزيرة قفل الميكروفون وزته من ايده. لما بده يكون انسان بده يحكيك غير متفق على الكلام وبشخصيته هو، كل شوي بده يتكرر كلمات خارجة عن اللفظ الأديب. ما بعرف يعني يجب كل واحد بتصل في قناة سوريا بخير برجوكم يكون كلامه أديب. وهلا بعد شوي بدها تشعل نار. أنا رح أحط لكم أغاني وطنية وتصبحون على خير، وشكرا لكم جميعا. ألو لك يا أستاذ الكريم حبيبي. يا سيد أديب، ما تناقش واحد ابن حرام
ناقش واحد يكون فهمان يعرف قيمه وطنه. بس هذا مو زاني فيه. نعم بدنا نخفف شوي، أنا بترجاك مزاني فيه هذا، وخلينا بترجاك على هؤلاء الكلب من الكلب. بترجاك يا ابو نسرين. ولك صباب بشار الاسد بيشرف كل شيء حامي والبلد اللي قاعد فيها. نعم. بعدين انت اعطيته مجال، واحد حيوان من دس، واحد ضيع عرضه، واحد كلب. نعم ثاني مرة إذا بتريد واحد ما تناقشه، المناقش يروح يناقش أمه، وين راحت بأي شارع؟ نعم هلا كمان صرنا نغلط يا ابو نسرين، طول بالك. لا طول بالي يا أخي، أنا ما عاد بيهين ولا بشار راسك، استغفر ربنا على الصاد هذول، ما بيحكوا الحكي ده، يروح يشوف أمه وين بأي ضاربة. أخ أبو نسرين معك محي الدين. محي الدين أخي الكريم، يسعد مساك لو سمحت بس كلمة واحدة أرجوك. في عنده جزيرة، في عنده وين بدهم يروح، بدي يجي يشرب حاله على الطرميط ولا بس راسك يجي على الساعة. ابو نسرين يعني اليوم امرك عيب. انا بتريدوا اسكر اعطيكم بس اغاني. نحن بدنا نسال السعودي اللي حاميته اعطيته كم ليره. طلع ما نوصل لبعضنا، معناتها نحن بدنا نشعل النار يا جماعه. عيب ما رح نشعل، بس واحد من دك يا استاذ الكريم. بنعرف يا اخي دائما نحسن من واحد عم بيدور لاخر ما اخر شيء يعطينا اصوات. حبيبي واحد ما بيفهم قليل واحد. حبيبي لما بربي كلب دوبرمان، هذا من انواع الكلاب الدوبرمان، لما صاحبه بربيه بس يكبر بالعمر الكلب دوبرمان بيقتل صاحبه. ما حكيت لك انا حكيت لك يا ابن الحلال، قلت له ربيناك لما صرت تطير وصرت تولف على غيري. يعني انت اللي بده يفهم الكلمه احكيها بالمشرمحي. اي انسان بربي يعني ياما الناس بتربي مره في بيتها بتطير بتروح تولف على غيره، يعني اعتبرته مثل امراه. شوف ما في مفروض لك يا ابو نسرين اسكر له. شلون اسكر له؟ بدي يحكي ما بدي اسكر له، بسكر لك الك كمان. طيب اسكر لك هلا بصير يا ابو نسرين؟ ما بصير اسكر لك الك، عم بسمع حبيبي عيوني انا. انسان واحد ما بيفهم لا بالسياسه ولا بالامان ولا بالشورى ولا بالوطنيه، بيفهم بالدولارات وبس. هذا الحكي محل عم بيقاقي بس. انا هذا هو، هي صار مرتين معناتها يا ابو نسرين معناتها الكلام اللي حكيته معه انا نفس الكلام انت عم تحكيه. يعني انا ما غلطت، انا عم بحكي نفس الكلام اللي عم بحكيه انا حكيته معه. انا بكمشه من ايده بقول له تعال يا حبيبي تعال، ما قدامي يبرك يحكي معي وبناقشه وبحاور. انت كلامك عم تروح على الفاضي، كلامك بلر. طيب ما دام كلامي عم بروح على الفاضي. هذا ما بيفهم، ما عم بيشوف المندسين اللي بعثوا العالم اللي حتى يقطوا ويوصوا ويخطفوا. هلا بس بدي اسالك سؤال، انا ايش قلت له؟ قلت له انت واحد ما قلت له شيء استاذي، بس بخصمها معه يا اخي. استاذي الكريم بخصمها معه، انا عارف انه هذا نهايته بدي يشد، بدي يوصل لمرحله ياخذ راحته. هيك عاطينه، هيك ملقمينه الاوغاد الاوباش التتر. عيب شيء زي يتمرجل على اسياده، ولك لا هو ولا اللي خلف اسياده واللي خلف اللي بعته لعنا. طب عم نحكي على الهوا يعني بشار الاسد بالبيزر بشار الاسد عم نحكي على شيء بالفضة. طيب ما الزلمه يعني عم بيحكي من اخر ملك الله من 3000 كيلومتر. طب مش قد اكون اديب معه؟ هيك كنا اديبين معه عم نرحب فيه اجمل ترحيب، لكن هو عم بيطلع منه كلام زفر. استاذ الكريم هذا واحد من دس. هن عم يوصلوا على مرحله انه بياخذوك بالطيب اخر شيء بيعطونا اصوات. اخي نحن ما عندنا مناقشه، اللي بحب يحير وطني، يحب يحير سوريا والجيش اهلا وسهلا على. طيب ايش حكيت انا؟ ايش برنامجي؟ غير هيك اخي نحن ما عندنا هون قاعه مباحثات حتى نرضي الواحد حتى يجي على سوريا ولا نقول له اخي لكن بيجي ولا عمرين وضرب الصد. تسمعني كلمه 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 ابو نسرين كلمه. اللي بحب يجي الطريق مفتوح واهلا وسهلا، واللي ما بحب يجي ضرب الصد ما رد وضرب الاخذ لا يجيب. نحن بكفينا واكلنا وشربنا. من كلامه واحد من بس واحد ابن حرام عاهر. لا اله الا الله. عيب بدي ولك اسال بدي يشوي على سوريا حتى الله ما خلقه وبكره بتشوفه. لك ما خرجن واحد من السعوديه، واحد من ابو كلب ابو صبي، واحد من يا اخي شو هالعالم اللي روحوا لك روحوا انتمروا، خليهم ينتمروا باراضيهم حتى الارض ما تقطعن. عيب. وانا تحياتي لك ولاذاعتك الكريمه. انا تسلم لي ابو نسرين، تسلم لي ابو نسرين. واحد ما تناقشوا في عنده مجلس
في عنا قلت له يروح مكانه. يا اخي يا نحن انا قناتي وعلنا قناتي للي بحب سوريا، واللي ما بحب سوريا قناته الجزيرة والعربية. في غلط عندي؟ انا قناتي لمحبين الارض والقائد بشار، وفي قنايات اسمها الوصال وعبد الحليم حافظ وما بعرف شو والجزيرة والعربية، يروحوا لهنيك قناتهم. كل واحد بيروح على قال كل وليف على وليفه يلفي، اللي بحبنا يلفي علينا واللي ما بحبنا لا يجي صوبنا. ايش رأيك؟ كل وليف على وليفه يلفي، صح يا ابو نسرين حبيبي؟ استاذ الكريم سوريا ما مقطوعه من شيء، فيها مازوت وفيها بنزين، بس التشويه الاعلامي هذا عباره عن قله شرف، انه شرف الرافي لذلك بيشوهوا، بده يوصلوا على الهدف بحياتهم. ولك ابليس حلم يدخل الجنه فشل في عيونه، هذول اباليس لا يمكن يحلموا يشوهوا لسوريا او يدخلوا على سوريا طالما هن مندسين. هذول اباليس لعنهم الله.